لسه ما دخلتيش دخل شهري ينفعك وقت الزنقة؟ طب لسه ما فرستيش لرمضان؟ طب هقولك على كذا فكرة هتدخلك ربح كمان. هنتكلم على حصالة رمضان تبدأيها امتى، جمعية رمضان تبدأيها امتى، التفريزات اللي انتي تحطيها في الفريزر عندك وهتنفعك قوي قوي في رمضان ان شاء الله. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله، وهقولك في الفيديو ده على شوية مشاريع بجد تحفة. هقولك على شوية نصايح ان شاء الله هتعجبك لو انتي بتاخدي مصروفك بالشهر، لو بتاخدي مصروفك بالاسبوع، ولو حتى ما بتاخديش مصروف خالص هقولك ازاي تحوشي. والله هقولك ازاي تحوشي لو 5 جنيه في اليوم، هقولك ازاي تحوشيها وتجيبيها. تعالوا بس نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله وندخل الفيديو كده مع بعض. اول حاجة في بداية الموضوع كده، انا لا باخد مصروف بالشهر ولا باخد مصروف بالاسبوع، انا باخد مصروف يومي. باخد مصروف يومي، يعني انا مثلا هعمل اكل النهارده 1 2 3، باخد على قد ال1 2 3 دول المصروف. ما باخدش مصروف بالشهر، ما باخدش مصروف بالاسبوع. تمام. طيب انت بتحوشي ازاي؟ ازاي بتحوشي بالمصروف اليومي ده هقولهولك. بس تعالى اقولك احنا جبنا ايه علشان نفرزه، وجبنا ايه هنستخدمه في الاسبوع، وايه اللي هيقعد معانا وايه اللي هنستخدمه. سمي بس بسم الله كده وقولي لي كده كومنت حلو، اكتبي لي قصدي كومنت حلو. تمام، علشان هنزلك ان شاء الله فيديوهات جامده جدا 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 للناس اللي شبهي، الناس اللي زي اللي هم بياخدوا مصروف باليوميه دي. وهقولك برضو على افكار حلوه قوي للناس اللي بتاخد بالشهر او بتاخد بالاسبوع. يعني بصي، يعني الفيديو هيعجبك جدا. بص هقولك على حاجه، انا ما اشتريتش الفاصوليا ولا الباميه. انا بصراحه لقيت زوجي داخل عليا جاب لي فاصوليا وباميه. تمام، وهو اللي بيجيب الحاجات بتاعه المساحيق والحاجات اللي هي بتاعه المنظفات كلها، يعني هو اللي بيشتريها. انا ما بشتريش غير الحاجات اليوميه زي ما بقولك. تمام، تعالي بس نفرز الاول الحاجات دي وهقولك ازاي انا بحوش، وازاي انا عملت مشروع لنفسي جبت منه ذهب، ذهب قسما بالله. وكمان تمام ازاي تدخلي لنفسك ربح. سمي بسم الله كده. اول حاجه طبعا انا مسكت الفاصوليا، انا قعدت عملتها زي ما انتم شايفين كده، غسلناها ونشفناها وسبتها نشفت شويه، لان في اليوم ده انا كنت تعبانه جدا فسبتها نشفت خالص وما قدرتش اقوم اعملها. بعد كده قعدت زي ما انتم شايفين كده في الارض، لان انا ما اقدرش اقف. اللهم لك الحمد يا رب، عندي تعب في ظهري فما بقدرش ان انا اقف كتير اعمل شغل المطبخ. فبجيب حاجتي في الصاله وبقعد اشتغل في الصاله كده زي ما انتم شايفين. قعدت وقطعت الفاصوليا بالمقص زي ما انتم شايفينها كده، انا بحب اعمل لها شكل كده بيبقى طعمه خطير جدا. تمام، تمام وزي الفل. طيب الفاصوليا دي ان شاء الله هتبقى ايه، ان شاء الله الفاصوليا دي انا هخزن منها لرمضان. تمام، وفي نفس الوقت ان شاء الله باذن الله هنطبخ بيها الطبخه بتاعت اليوم. يعني انا كنت هطبخها النهارده ماشي وهخزن منها كام كيس كده ان شاء الله ايه لرمضان، حتى لو انا خرجت منهم. تمام، هجيب مثلا تاني. بس انا الفاصوليا دي والباميه زوجي كان جايبهم بسعر يعني كويس، كان جايبهم بسعر قليل. وهي طبعا في السوق ب60 وغاليه جدا، يعني الباميه ب60 والفاصوليا ب60. فقلت حلو قوي، يعني جايبها بسعر جميل جدا. فقلت ان انا هخزن دول، وانا لو حابه مثلا اشتري ممكن اشتري نص كيلو، اشتري على قد ايه الطبخه اللي انا هعملها. طيب انا خزنتها ازاي؟ بصي يا ستي، ميه سخنه وبحطها في الطبق زي ما انتم شايفينها كده. ده بالمناسبه طبق، دي مصفى وتحتها طبق. تمام، انا بحطها في المصفى كده وتحتها الطبق ده، وبحط عليها ميه سخنه من الفلتر من السخان عادي، ميه سخنه عادي جدا من السخان، وبعصر عليها عصره ليمون وبحط لها ايه 2 3 معلقة خل. خلاص، دي بدايه الغسيل. بغسلها كويس جدا واشطفها كم مره، كم مره، شطيف وغسيل شطيف وغسيل بالميه، بعد ما تتنقع شويه في الليمون والخل. وبعد كده تمام زي الفل، هي كده ايه جاهزه تنشف وجاهزه تتفرز. الباميه بغسلها قبل ما امحها، ضروري جدا جدا تغسلي الباميه قبل ما تقمعيها.
تمام كده. الباميه غسلتها ونقعتها برضو في خل وليمون زي ما انتوا شايفين كده، ولازم تتغسل كويس جدا الباميه، علشان الارض بتاعتها بتبقى يعني مطينه قوي، فلازم تغسليها قوي. تمام تمام. طيب هنا انا هقولك بقى على فكرة اول مشروع انا بدأته. كان برضو الربح بتاعه كويس، بس ما قدرتش اكمل علشان ظروف تعبي وظروف ظهري، فبشتغل فيه لحد الآن بس على الهادي، يعني على بالراحة كده يعني علشان برضو ايه ما اهلكش نفسي ودخلت مدارس الولاد، فعلشان انا ما تعبش نفسي وما اثرش طبعا في بيتي ولا مع عيالي، فابتديت ان انا اعمل حاجات على الهادي. في المشروع اللي انا هقولك عليه ده مشروع الاكل البيتي والتفريزات. يعني انت ممكن تنزلي مثلا تعملي جروب لصحابك، تعملي جروب لمدرسين ولادك، تعملي جروب لجيرانك، تعملي جروب تنزلي فيه اكل بيتي تفرزيه. تجيبي مثلا الفاصوليا بسعر مثلا كويس، يعني لو هي ب60 هاتيها ب50، لو هي ب50 هاتيها ب30. يعني حاولي ان انت تخشي السوق وما تجيبيش من بياع واحد، يعني خشي السوق واسالي على مثلا بياع الاول والتاني والتالت، لفي السوق كله ماشي، وهاتي سعر مناسب ماشي، وحددي منه الربح بتاعك. يعني هتعملي الفاصوليا او الباميه ايا كان القلقاس، شوفي المواسم بتاعه شوفي المواسم بتاعتك هتبقى في ايه، وهاتي وفرزي. فرزي في موسم الكرنب والقرنبيط، فرزي مثلا في موسم ورق العنب والمحاشي، فرزي. تمام. اعملي جروب كبير، قولي لاصحابك وحبايبك ان انت بتعملي مثلا اكل بيتي. اعملي البانيه، هاتي البانيه. شوفي مثلا بيجي علينا مثلا فتره الفراخ بتبقى سعرها رخيص، هاتي مثلا لو انت بتبداي المشروع، ابداي مشروعك ب1000 جنيه، ابداي ب500 جنيه، ابدايه زي ما انت عايزه تبدايه. طب ازاي انا هحوش ال500 جنيه وال1000 جنيه؟ هقولك برضو هتحوشي ازاي. طيب هتقولي لي انا دلوقتي ما باخدش مصروف، طب انا ما اعرفش ايه. هقول لك بصي هتعملي ايه. يعني دلوقتي انت نزلتي خدتي مصروف يومي، خدتي مصروف بالشهر، خدتي مصروف بالاسبوع. هقول لك لو انت خدتي مصروف بالشهر، مثلا شيلي من مصروف الشهر ده مثلا 300 جنيه كده على جنب، 200 جنيه على جنب، 500 جنيه يا ستي على جنب. لو انت مستطاعه ان انت تشيلي 500 جنيه شيلي 500 جنيه على جنب كده. خلاص. لفكره المشروع، خلي عندك الهدف في دماغك ان انت عايزه تعملي المشروع بتاعك. 500 جنيه مثلا على جنب لو انت بتاخدي بالشهر، وكل شهر اعملي كده. طب لو باخد بالاسبوع، شيلي يا ستي 200 جنيه. طب لو ما باخدش خالص بالاسبوع وباخد باليوميه، 10 جنيه. انا نزلت دلوقتي خلاص، خدت مثلا هجيب سمك، هجيب فراخ، هطلع مثلا من كل حاجه مثلا 10 جنيه، او هطلع 5 جنيه من الفلوس اللي انا مثلا باخدها دي. خدت 200 300. نزلت عشان اشتري حاجه. طب الطماطم بكام؟ الطماطم ب12 جنيه. طب انا هدور على على مثلا حد يديني الطماطم ب10 جنيه، وهشيل ال2 جنيه. بص انا بقول لك ايه. طيب مثلا الفاصوليا، الفاصوليا بكام؟ مش عارفه، الفاصوليا معلقه معايا، الفاصوليا ب60. طب انا هدور على حد يديها ب50 وهشيل ال10 جنيه. هعتبر نفسي ان انا جبتها ب60 وهشيل ال10 جنيه، ادي 12 جنيه. طب الفراخ معرفش بكام، طب ممكن اجيبها كيلو ونص حلوه كده، وابتدي ان انا برضو اوفر. طيب تبدأي بقى امتى لرمضان؟ تبدأي مثلا جمعية رمضان دي من قبلها مثلا ب3 شهور. يعني تعملي حسابك مثلا 3 شهور 4 شهور جمعية رمضان، تحوشي مثلا لحاجات رمضان دي من 3 4 شهور. ادخلي جمعية، اعملي حصالة كل يوم، حطي فيها 5 جنيه 10 جنيه، 5 جنيه 10 جنيه لحد ما تعملي مبلغ. ادخلي الجمعية وما تاخديهاش في الأول، خديها على دخلة رمضان وتجيبي خزين رمضان كله، فاهماني؟ من الجمعية دي، ما تاخديهاش في الأول. لو خدتيها في الأول هتصرف وهتطير، مش هتعرفي تعملي حاجة.